صائد النجوم يأتيكم برعاية الوكيل الإعلاني لهذا البرنامج ساما جرافيك حلوان. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام واحبائنا في كل مكان، احباء صائد النجوم من الوطن العربي للخليج لمصر لاوروبا لكل مكان، كل الناس اللي بتشوفنا على الهوا وحتى اللي كمان بتسمعنا. كل سنه وانتم طيبين. 2019 ان شاء الله باذن الله محمله بالخير لكل المصريين وكل الامه العربيه. سنة جديدة إن شاء الله بإذن الله، نبتديها بالخير، نبتديها بالحب، نبتديها بالتسامح. اللي زعلان من أي شخص يبدأ إنه هو يصالحه، ويبدأ إنه هو نلم شمل بعض. الدنيا مش مستحملة، أو العمر بيفوت وبيجري، في لحظة الإنسان ممكن يتخطف من الحياة، فاللي بيبقى دايما هي السيرة. فعشان السيرة دايما مهمة جدا جدا، حبينا النهاردة في أول حلقة من حلقات صائد النجوم ل 2019 بعد سنة مليئة الحمد لله بالإنجازات ومليئة بالأخبار الحلوة ومليئة حتى لو كان في أخبار صعبة وأخبار وحشة. دي سنة الحياة في كل مكان، وليس بس في مصر ولكن في كل مكان. في طبعا الأخطاء اللي بتحصل، لكن أهم حاجة الأخطاء لما تحصل مهم جدا إن احنا نقف عندها ونشتغل عليها، نحاول بقدر الإمكان. مش كل حاجة بتتبني في يوم وليلة، بتاخد وقت، ولكن في الآخر المهم إن الهدف اللي احنا بنسعى ليه إن احنا نقدر نحققه، أو على الأقل جزء كبير منه يتحقق. هو ده الهدف المنشود اللي احنا بنحاول نشتغل عليه لأهم قطاع كبير جدا في مصر، قطاع البراعم والناشئين. لما جينا اشتغلنا على قطاع البراعم والناشئين من سنة فاتت، اشتغلنا عليه لسبب واحد. اشتغلنا عليه لأن احنا مؤمنين جدا ان النبتة او البذرة الصغيرة اللي بتبدأ تتنشئ دي بتبقى حتة خام، عشان نقدر نعلمها ونشتغل عليها ونقدر نوصل لها القيمة الأخلاقية والقيمة الرياضية والثقافية والعلمية. مهم جدا جدا إن كل واحد له تخصص يشتغل فيه. الرياضي يشتغل في الرياضي، والعملي والتجاري والصناعي. مهم جدا، مفيش حد فينا عارف كل حاجة، مفيش حد في الخليقة كلها يعرف كل حاجة في الدنيا، وإلا ما كانش ربنا وسع الأرزاق وقسم الأرزاق لكل شخص عشان الناس كلها تاكل عيش. مهم جدا إن احنا نبقى عندنا فكر معين نشتغل بيه وكل واحد يعمله. مش مثلا عشان عملنا دوري صائد النجوم والحمد لله اشتغل وبقى فيه باع كويس جدا، اتفاجئ السنة الجاية ناس بتبدأ كل واحد فاتح أكاديمية هيعمل دوري صائد النجوم. هي الموضوع مش موضوع ان انت تشتغل على الدوري ازاي، الموضوع ان انت يبقى عندك فريق عمل متكامل متفاهم، كل واحد بيشتغل بفكر معين. هو مش مشكلة ان احنا نزداد بالفكر، ولكن نزداد بالفكر بس يكون عندنا القاعدة الكويسة، القاعدة المتينة، القاعدة اللي نقدر نشتغل عليها من خلال تعليم، من خلال خبرات. ده الفكر اللي انا بقول عليه. مش كل ما واحد فينا في مصر ينجح في حاجة كل المصريين يروحوا يشتغلوها. طب وبعدين؟ طب والمهن التانية هتقف؟ الموضوع مش كده، الموضوع ان كل واحد فاهم في حاجة يشتغل فيها. ده اللي بنادي بيه ان الفهم بيريح. صائد النجوم الحمد لله في خلال سنة اشتغلنا كويس. انا مبسوط جدا من فريق العمل اللي اشتغل، قدم طفرة كبيرة وقدم شكل ملحوظ وشكل مهم. كل ولد وكل بنت وكل سيدة موجودة وكل رجل موجود في فريق عمل صائد النجوم بيشتغل مش لشخصه، بيشتغل احنا المجموعة، احنا كلنا المجموعة. بيظهروا في الاخر شخص معين بيطلع قدام حضراتكم بينقل اللي هم عملوه، مش اللي هو بفكره بس، اللي هم عملوه.
اذا كان بقى مصور ومخرج وكده، الناس كلها بتشتغل على قلب رجل واحد. انا المخرج بيتصل بيا عشان يقول لي في كذا يتعمل وفي كذا يتعمل، وانا مقتنع تماما وما بناقشوش في الحته دي، لانه مهما كان هو فاهم اكتر مني. استاذ احمد امين يمكن اكتر شخص تعب معايا في البرنامج، معايا في البرنامج، بيفيدني في كل حاجه. مش بس اظهر بالصوره ازاي على الشاشه واقول واحد اتنين، لا لا لا، ده كمان في البيت يتصل بيا عايزين نعمل كذا، ايه رايك، مش عارف نعمل كذا، وهو بيقول لي ايه رايك، هو عايز يامرني بس مش بيحسسها لي ان هو امر. لاحترامه الزايد انا بشكره طبعا شكر على راسي، وكل فريق العمل اللي موجودين في القناه من اول اصغر حد موجود لغايه اكبر قامه موجوده، كل التقدير والاحترام ليهم، بيشتغلوا معايا بشكل بصراحه كفايه استقبالهم. كل حلقه باجي هنا بحس ان القناه فعلا القناه بتاعتي. النهارده ان شاء الله باذن الله، عشان ما اطولش على حضراتكم، معانا حلقه مثيره جدا. قضايا النصب اتكلمنا عليها في الفتره اللي فاتت، واتكلمنا عليها بشكل كبير، والحمد لله رب العالمين قدرنا نرجع الاموال لاصحابها، قدرنا من قلب الحدث. والولاد داخله تعمل بلاغات جوه اسم الشرطه، كنا موجودين وكنا بنتكلم وجبناهم على الهوا وعملنا لهم مداخله للمدرب، وبعدها ب3 ايام فعلا الشرطه اتحركت وجه الشخص اللي هو مدان وتم التحقيق معاه، وبعدها باسبوع تم رجوع الاموال لاصحابها. هو ده الهدف، مش ان انا اطلع اقول فلان حرامي وفلان مش عارف ايه وبتاع، انت لا، مش كده خالص. حتى لما تيجي تقول على حد انه نصاب، نخلي الكلام ياخد شكل محترم، يمكن هو لما يسمعه لا ده انا لازم اروح يعني انهي الموضوع. لكن نحارب في بعض ونضرب في بعض وفي الاخر نزعل من بعض، هي مش مستاهله، ده هو نفس بيخرج وهي عالم هيجي امتى. عشان كده النهارده في قضيه جديده، انا اتكلمت مع صاحب الشأن مره واثنين وثلاثه، وقلت له الولاد دولت بعيد ان هم من محافظه الشرقيه ولا اي مكان في اي حته فيه مشكله انا بروح له، ولكن انا كلمته مره واثنين وثلاثه، وللاسف الشديد هو بينتمي لنادي كبير جدا في مصر، كبير جدا في مصر. والانديه المصريه دي يا جماعه الكبيره، قلنا مره واثنين وثلاثه، لما تيجي تدي اسمك لحد نعرف مين الاول انت بتدي اسمك لمين، بس لان الاسم بعد كده بيشتغل عليه شغل بيضيع قيمه النادي. لما نلاقي فريق بيتغلب 5-1 من فريق درجه رابعه وهو في الدوري الممتاز اول، مش حلوه. ما نفرحش عشان بعنا فريق او بعنا فريق ب100,000 ب200,000. انت اصلا حضرتك بتقبض الموظف عندك في الشركه هناك بتقبضه كام؟ هتبص ل100,000 ولا 200,000؟ تخلي الراعي او الراجل اللي خد اسم الفريق ده يروح يجيب فلان ب25 وب40,000 وهو اساسا الولد ما عندوش فكره عن الكره وبيلعب باسم مين؟ اكبر الانديه المصريه، ثالث نادي في مصر. عشان كده كان مهم جدا ان احنا ننوه على الموضوع ده، واشتغلنا عليه بالفعل، وتم اعاده الفرق للانديه، وتم محاسبه المقصرين. ده بيجي في النتيجه على مين؟ بيجي على اولياء الامور واللعيبه. مع العلم اولياء الامور اكبر ناس مشاركه في المهازل اللي بتحصل، لان كل طبعا ولي امر حابب ان ابنه يبقى ميسي، يبقى كريستيانو، وابنه ممكن يبقى عامل زي البطيخه ملوش في الكوره، ولكن ده انا هأيد ابنك، ده انا مش عارف ايه. ضيعت مستقبل ابنك وضيعت فلوسك وانت السبب كولي امر. لازم تكون عارف ان الموهبه ما بتتباعش بالفلوس، الموهبه الناس بتشتريها، مش بتروح تبيع ابنك. حاجه مهمه جدا ان ولي الامر لازم يكون عنده علم ان انت المشارك الرئيسي. بتيجي من الشرقيه وبتيجي من الغربيه وبتيجي من الدقهليه وعايز ايد ابني، طب بعد ما تايده ما انا ممكن اطلع لك كارنيه. طب بعد ما يطلع الكارنيه ابنك عنده موهبه تانية، انه يطلع دكتور، انه يطلع ضابط، انه يطلع مهندس، انه يطلع خبير الكترونيات، ان شاء الله حتى يكون بتاع عجل، بس هو في عنده موهبه تنميها له. مش كلنا هنبقى محمد صلاح، لا طبعا، مش كل مصر هتبقى بتاعت لعيب الكوره، لا. كفايه ان المدربين واقعين في المشكله دي وكلهم فاتحين اكاديميات، وهم للاسف الشديد اتفرجوا على الكوره في التلفزيون زي بعض الناس. فمهم جدا ان احنا نبقى مقتنعين بالكلام ده، عشان انا لو اتكلمت فيه هناخد حلقات كتير جدا. فعشان انا معايا ضيوف محترمين، في مفاجاه النهارده في صائد النجوم للسنه الجديده، مش بس براعم وناشئين مصر هي اللي هنركز عليها، لا ده في مفاجاه كبيره هنخلي اصحاب الشأن هم اللي يتكلموا عليها. معانا النهارده الاستاذ اشرف، اللي هيبقى ان شاء الله بعد نص ساعه هيبقى الاعلامي اشرف انور،
لانضمامه لصائد النجوم، والفقرات العالميه هو بقى يتكلم عليها براحته. والاخ والصديق كابتن ايهاب عبد الله، اللي هو بيصارع يعني الشرقيه كلها، محافظه الشرقيه كلها، وشايل على عاتقه جبل من البراعم والناشئين بيشتغل عليه، سواء في الشرقيه وسواء في صائد النجوم. برضه محضر لنا مفاجاه النهارده. هنطلع مع حضراتكم في تقرير كنا عملناه، او كان قناه مصر البلد مستضيفانا بتكرمنا، وموقع فرانس فوتبول. بصراحه انا متشكر جدا جدا لان هم اختاروا برنامج صائد النجوم 2018 كاحسن برنامج للبراعم والناشئين وليس البرامج الرياضيه، ان هو يبقى برنامج مميز. طبعا بحمد ربنا وبشكر فضل ربنا عليا، والشخص اللي مرضيش ان انا اقول اسمه اللي واقف جنبي بصراحه كل حاجه، واقف جنبي في كل حاجه وعلى طول في ظهري وبيتكلم. انا مش هقدر اقول اسمه لان هو قال لي بالظبط بلاش اسمي يذكر خالص كابتن حاتم، انا كفايه ان انا جنبك ودي اهم حاجه. بشكرك طبعا شكرا جزيلا. هنطلع للتقرير المهم لتكريم صائد النجوم وليس الحاتم عسكر، تكريم صائد النجوم اللي الناس ممكن تكون بعض الناس ما شافتوش. هنتفرج على التقرير وهنستضيف الضيوف المحترمين في صائد النجوم في اول حلقه من 2019. ولسه مكملين النهارده سهرتنا. من سنه فاتت كان معايا مذيع يعني حسيت فيه انه بيشتغل بجد وخايف على ولادنا، نفسه يعمل حاجات كتير لولادنا. فبرنامج صائد النجوم حاتم عسكر بيرعى المواهب وبيرعى البراعم وبيشتغل عليهم كويس جدا. حقق في سنه كامله اللي ما قدرتش لا قنوات كتير ولا برامج كتير تحققه مع البراعم والناشئين. برحب بيك كابتن حاتم، نور. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. طبعا برحب بيك النهارده وكل سنه وانتم طيبين. ودايما مصر البلد بتعمل اللي فعلا ما بيتعملش. اذا كان حاتم عسكر بيعمل حاجه، حاتم عسكر اخر حد في منظومه كبيره جدا جدا وعلى راسها مصر البلد. انا بحييكم طبعا، كل سنه وانتم طيبين. منورنا. وكمان بيشرفني يكون معايا رئيس تحرير برنامج المجتهد استاذ اشرف انور او كابتن اشرف انور. اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وشرف لينا اكون معاك النهارده. ربنا يكرمك. سريعا كده عشان انا يعني فقرات كتير قوي، عايز اقول لك اختاروك واختاروا برنامج صائد نجوم بفضل الله من فوتبول سبورت. ده موقع مهم جدا لرعايه الناشئين والبراعم كافضل برنامج بيدعمهم، فاختاروك يا حاتم. ببارك لك الف مليون مبروك، احسن وفي تقدم طول الوقت. الحمد لله والشكر لله. طبعا بشكر ربنا على الجائزه دي. طبعا بشكر طبعا مصر البلد على التقدم اللي حصل في خلال سنه. انا لما بديت اول سنه واول مدينه، وكان حضرتك طبعا استقبلتني في القناه، شرف. كان شرف ليا كبير جدا جدا. دعمتني، كل اداره القناه دعمتني بشكل محترم جدا وحاجه افتخر بيها. امي ليها الفضل عليا بعد ربنا، بيتي واسرتي وكل اصحابي وكل اخواتي، كل الناس دعموني واشتغلوا معايا فعلا. فريق العمل انا ما اقدرش انكره لان هو السبب الاول والاخير في نجاح صائد النجوم. تستاهل النجاح. وعايز اقول يعني في ناس كتير جدا واطفال كان نفسهم يلعبوا، حلمهم يلعبوا كوره، انت دعمت ده، بقوا موجود في انديه متأيدين، بيكبروا بيتدربوا، بيطلع منهم ابطال. اعتقد في يوم من الايام اراهن ان هيطلع حد شبه محمد صلاح كان برعايه صائد النجوم. كابتن اشرف، قول لي فقراتك الجديده وانت رئيس تحرير مهم في اهم البرامج الرياضيه للناشئين. قول لي يا فندم 2019 بتعملوا لنا ايه؟ ان شاء الله 2019 هتبقى في مفاجآت مش هنعلن عنها دلوقتي. هتبقى في مفاجآت في الحلقه الاولى ان شاء الله. الكره العالميه، الكره الاسبانيه، الايطاليه، الانجليزيه، البراعم والناشئين. هتبقى في حاجه جديده يعني اول مره تظهر يعني على التلفزيون المصري ان شاء الله. فريق العمل بتاعك ما شاء الله شكله كبير قوي، ما يعني واضح ان انت بتستغلهم افضل استغلال. هو فريق عمل كبير بس سنه كله شباب. يعني هو فريق عدد كبير بس كله شباب الحمد لله. لا ما انت شباب بعيد عن الابيض ده يعني. دايما ناجحين ودايما هي فعلا موفقين. الكلمه اللي انت قلتها مهمه جدا. لان احنا بنشتغل براعم وناشئين، فبالتالي لما يكون عندك طفره انت بتكتشفها سواء في اخراج، سواء في اعداد، سواء في تصوير، سواء في لا اخراج ما عندناش غير احمد امين. لا هم مفيش ما شباب. هو بيتكلم على احمد امين هو الشباب. ده زميلي وصديقي. اوعى ايوه كمل يا فندم. خدت بالك. فلازم اضيف حاجه مهمه جدا، ان الحمد لله في خلال سنه
في قضايا مهمه جدا كانت في مصر قدرنا ان احنا نقف عندها ونشتغل عليها ونحلها، والحمد لله رب العالمين كان صائد النجوم صاحب الفكر السباق. لاول مره تحصل ان برنامج ناشئ يشتغل على قضايا ويتم حلها من وزاره الشباب والرياضه. المفاجاه ان كابتن حاتم عسكر طب في وجودك واستفيد برضو من وجودي معاك، ودي مفاجاه، استاذ حاتم معسكر او كابتن حاتم معسكر لبرنامج بكل جراءه ولمحمد سامي هيرعى 5 مواهب بفضل الله، فوعدني بيهم هيرعاهم وهيساعدهم على قد ما يقدر ويقدم الدعم. وانا متاكد دعم حاتم معسكر وصائد النجوم لاي حد ده معناه انت راح للعالميه باذن الله. يعني اهلي وزمالك ده حقك، طموح عادي ممكن تفكر فيه، لا ان شاء الله عنده خطط يوصلك لبره واوروبا وحاجات كده. فاتمنى اصغر تاني واتمرن تاني وابقى معاه تاني. حاتم انا سعيد بيك قوي وربنا يوفقك في اللي انت بتعمله. ربنا يخليك يا استاذ محمد. انا بالفعل انت اثرت حاجه مهمه جدا، ان فعلا طلب مني النهارده في موهوبين، والموهوبين دول مفيش الظروف ان هم يروحوا انديه، فبالتالي واجبنا كبرنامج ان احنا نرعى الموهوبين دي. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هتطلع حضرتك في البرنامج بتاعك بكل جراءه تقول ان الولاد دي راحت الانديه. انا موافق، وعايز اقول كمان طالما معانا الكابتن حاتم عسكر، لو تسمح لي يا استاذ احمد لو معانا دقيقه واحده بس نطلع صور الولاد اللي بعتوا لي، يبقى كتر خيرك. لو قادر، لو في امكانيه نعمل كده يبقى كتر خيرك، لان هو حبيب البراعم والناشئين والاطفال، فهو اكيد اوقع فقره اعرض فيها التهنئات، وانتوا بعتوا لنا التهنئات زي ما انتوا عايزين. قناتكم، شاشتكم، ليلتكم وسهرتكم واحتفاليه خاصه. جوجو بقول لك هاجر حمد لله دايما على سلامتك، يا رب اشوفك نجمه كبيره. وتحيه كمان للقلب دودو رفعت، دودو كريم رفعت حناوي، بنقول لك كل سنه وانت طيبه، ميري كريسماس، كل سنه وانت طيبه. معانا من تاني روما إساء حمدي الصعيدي، بنقول لك كل سنه وانت طيبه، تهنئه من باباكي ومامتك. وكمان معانا ضحى، بقول لك كل سنه وانت طيبه ضحى حمدي الصعيدي، كل سنه وانتم طيبين جميعا. ولادنا اعمل لهم باي باي يا استاذ حاتم، كابتن حاتم. دول الامل بتاعنا سواء بنات او ولاد. مش شكرا. لازم كره قدم، كل الرياضه المصريه اتجاه الولاد الصغيرين للرياضه وبيمنعهم عن سكك كتير جدا جدا اشتغل على احنا الحكاية في غنى عنها، ودي اهم حاجه. اشتغل على الحكايه دي. والله وقعت عايز اقول لك دي حاجه بسيطه جدا. كابتن اشرف بقول لك مصر البلد بتقول لك شكرا، ودايما مكمل ودايما كبير، واتمنى لك يا رب مستقبل باهر، اللهم امين. التهنئه الجميله لزميلي وصديقي وحبيبي الاعلامي الكبير حاتم عسكر، مليون مبروك، تستاهل الف مبروك. دي من السيد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب مهندس مصطفى كمال، بيبعتوا لك تحيه. شكرا. كمل اكمل. الاستاذ مصطفى كمال والاستاذ خالد كمال من الشخصيات المحترمه اللي قادت البرنامج لمجال كبير وواسع، اديتهم مجال كبير يشتغل فيه، اديتنا الوقت المساحه الكبيره بكل جراءه. مش في برنامجك انت بس، ده برضه في البرنامج بتاعي، قال لي اشتغل وهات الضيوف اللي انت عايزها واحنا معاك في ظهرك. انت بتنافسني يا حاتم، انت بتنافسني. شرفت ونورت، ودايما مكملين. شكرا يا استاذ محمد. السهره مش هتخلص. شرفتك. كلمه بس صغيره تحت بشكر أمرك. حضرتك على اتفضل. الفقره دي، اتفضل. واتشرفت بمعرفه حضرتك. الله وبحب يخليك. اشكر برضو اسرتي وزوجتي واولادي وكل الناس اللي وقفت في ظهري، وبشكر الكابتن حاتم طبعا. تحيه من القلب وبتوصل للقلب. دايما يا رب فرحانين، ودايما انتوا منورين على مصر البلد. خليكم معانا فاصل صغير قوي ونرجع تاني بضيوف تانيه، خليكم معانا. رجعت لحضراتكم مرة تانية بعد ما اتفرجنا على التقرير الخاص بصعود النجوم. بشكر فريق الإعداد وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والشكر على النجاح بتاعكم فرد. أنا بشكركم طبعا، وكل نجاح ليكم أنتم. شرفني النهاردة في أول حلقات في 2019 الإعلامي الجديد والقادم بسرعة الصاروخ للرياضة المصرية والإعلام التربوي، الأستاذ الإعلامي أشرف أنور. أهلا وسهلا بيك في برنامج صعود النجوم، البرنامج الخاص بيك. اهلا بك يا كابتن حاتم، واهلا بالكابتن ايهاب الصديق، وسعيد جدا ان اكون معاك بشكل جديد وشغل جديد ان شاء الله، وسنه شكل جديد وجرافطه جديده وشغل جديد ان شاء الله باذن الله تبقى برنامج قوي، لان في اعداد فريق جامد جدا جدا لصعود النجوم. هنشتغل شغل عالمي، شغل مبهر، شغل بقى فيه ثقافه لغويه، وفي حاجات كتير جدا جدا ان شاء الله في الحلقات الجايه هنستفيد كلنا منها. طبعا صديقي واخي وابن بلدي محافظه الشرقيه كابتن ايهاب عبد الله، بابا نويل دوري صعود النجوم اللي ما بيخلاش ابدا جيبه من الهدايا.
ما بيجيش فاضي خالص يعني. كابتن ايهاب برحب بيك النهارده في برنامج صائد النجوم. وبرحب بيك طبعا في اول برنامجنا 2019 صائد النجوم. اهلا وسهلا بيك كابتن ايهاب. اهلا كابتن حاتم، والنهارده يوم عالمي كده وجود الكابتن اشرف في السنه الجديده النهارده. كل سنه وانتم طيبين جميع مصر والكابتن حاتم والبرنامج. وانت طيب كابتن ايهاب. ليك مشاهده وليك معجبين كتير، اثرت اعجاب الجماهير والناس كلها. بنرحب بيك ان شاء الله باذن الله، وتبقى يا رب يا رب ايام تبقى سعيده وحلوه وكويسه جدا على العرب كلهم وعلى مصر. هنبدا سؤالنا طبعا كالعاده، بنبدا من اليمين مع المفاجآت الحصريه. كابتن اشرف انور رئيس تحرير برنامج صائد النجوم والاعلامي في برنامج صائد النجوم، اهلا وسهلا بيك مره ثانيه. اهلا استاذ اشرف، كلمنا بقى عن المفاجاه اللي انت محضرها لصائد النجوم السنه دي ان شاء الله باذن الله، وعلى مدار الحلقات اللي جايه كلها بعد اختيارنا الدقيق ليك وافراز الحاجات اللغويه بقى من عندك. ان شاء الله يكون في مفاجآت، بس في الاول بحب ابتدي ببارك للبرنامج على شهاده التقدير اللي خدها، وان شاء الله من نجاح لنجاح باذن الله على طول. ان شاء الله نشتغل على البراعم والناشئين. طبعا كابتن ايهاب دي برضو عنده باع طويل في الموضوع ده، وهنشتغل على البراعم والناشئين في اوروبا، خصوصا ايطاليا لان البلد دي اللي انا قعدت فيها واشتغلت فيها ولعبت كوره فيها. هو قبل ما نقول الكلام عايزين نعرف حاجه مهمه جدا. وجودك في ايطاليا كان طبعا هدف رياضي، كنت موجود بهدف رياضي. تمام. موجود هناك ولعبت هناك. ايوه. واخد بالك وشاركت هناك. عايزين يعني اهم الملامح الرياضيه اللي انت شفتها في وجودك، وكان قعدت كام سنه هناك؟ انا قعدت حوالي 7 سنين في ايطاليا. الفكر الايطالي مختلف جدا عن الفكر العربي عموما، والفكر الاوروبي بشكل خاص يعني مختلف جدا. تمام. فانا حابب انقل الصوره اللي هي الايجابيه هناك هنا في مصر. تمام. ونعالج السلبيات ونشتغل على الايجابيات. تمام. علشان ولادنا وعلشان الناشئين والبراعم وكده، لان المنظومه دي طبعا انتشرت جدا السنتين اللي فاتوا دول يا كابتن حاتم. الاكاديميات انتشرت بشكل انتشار الاكاديميات، القاعده بقت جامد. القاعده بقت فعلا كبيره جدا فعلا. دلوقتي في كل بيت واحد او اثنين بيلعبوا في اكاديميه، فلازم الاهتمام بالاكاديميات دي تربويا فكريا ثقافيا اجتماعيا قبل ما يفكر ان هو يلعب كوره. طب اختلاف الاكاديميات بره، يعني مش في ايطاليا بس او في اوروبا، انا عارف ان انت بتحب تقرا كتير وبتحب ان انت تشوف كتير وبتحب الموضوع انك توصل لموضوع الاكاديميات بره بشكل معين. الفكر ده عندك، شايف ايه اللي احنا ممكن نغيره فكره الاكاديميات من هنا لهنا، سواء تعليمي او في الفكر نفسه اللي هو التدريبي، او في الفكر نفسه بتاع المدربين نفسهم؟ بصراحه هنا الفرق شاسع، ولازم حاجات كتير جدا تتغير. كتير. هنا الاكاديميه بالنسبه للطفل او ولي الامر فاهم ان هو يروح يلعب كوره، بيعمل شويه تدريبات، الولد بيطلع عرقان ومجهود وبتاع مهارات وحاجات من دي. لا، الموضوع كبير، الموضوع كبير جدا. اولا في حاجه يا كابتن حاتم، كابتن ايهاب اكيد عارف برضو، الفرق الكبيره مثلا دوري ممتاز او اي فريق كبير، المدير الفني بيبقى مستريح، اللعيب جاي له جاهز. صح يا كابتن ايهاب؟ انما انت بتاخد اللعيب وهو طفل في الاكاديميات، بتعلمه كل حاجه. ازاي يمشي، ازاي يجري، ازاي يوقف كوره، ازاي يباصي، حاجات كتير. هو ده اللي انا هساله للكابتن ايهاب، بما انه هو طبعا المدير الفني لاكاديميه نجوم المستقبل بمحافظه الشرقيه. طبعا انا ليا برضو سؤال معين للكابتن ايهاب. كابتن ايهاب، طبعا انت عارفين الاكاديميه بسم الله ما شاء الله، اكاديميه المستقبل نجوم المستقبل، وانت المدير الفني ليها. مش بس بتشتغل على الاكاديميه، انت الحمد لله رب العالمين الفتره اللي فاتت، انا مش عشان دوري صائد النجوم، اشتراكك في دوري صائد النجوم هو اللي عمل كده، لا، انت صيتك وسمعتك في المكان سابقاك بمراحل كبيره جدا. دلوقتي لما يتم مخاطبه كابتن ايهاب ان هو يبقى موجود في دوري المنطقه، ان هم يقولوا ويطالبوه ان هو يبقى مدرب موجود في المنطقه، ده شرف كبير، شرف كبير طبعا، شرف ليا. بالظبط كده. فقول لي يا كابتن ايهاب، دلوقتي احنا كنا بنتكلم على ان احنا ازاي الاختلاف بتاع بره يوصل لنا. احنا حاطين ضغوط جامده قوي على الولاد في الاكاديميات على ان هم هياخدوا دوري مصر، وهي كلها مرحله تعليم. بص يا كابتن حاتم، اتفضل. اولا اهم حاجه في الموضوع ببث الروح في اللعب ب3 حاجات: اخلاق، تعليم، كوره. اخلاق،
تعليم كوره، يعني الكوره اخر حاجه. تمام. والحاجه الثانيه والاهم البيت. عندي البيت، عندي المدرسه، عندي المدرب. والمدرب دوت هو الشق الاول في ان هو في البيت ده بيهيئ لي تهيئه. اما المدرسه لازم يكون هو عنده ثقافه جامده، زي طبعا محمد صلاح الحمد لله دلوقتي مالي لغات، يعني ممكن يلعب لاعب الحمد لله وعمل طفره كبيره في مصر، وكلنا بنتمنى نكون محمد صلاح، وبنبث لاولادنا ان محمد صلاح اللغه. يعني دلوقتي انت بتقول ان التعليم الاول، الاخلاق ما انا فاهم الاخلاق، انا عشان يكون لعيب متكامل تعليمه يكون مهم جدا بالظبط. يعني اصل في دلوقتي ممكن الولد ما يروحش الدرس، لا مع الدرس بتاعه ما يروحش الدرس ليه؟ اصل في مباراه في الفشل. في حاجه ثانيه يا كابتن حاتم الحمد لله، ودي اتعلن عليها عندي في الاكاديميه. ال10 الاوائل في كل ترم لازم يتكرموا تكريم عالي، وطبعا حضرتك والاستاذ اشرف والكابتن بدر وحمدان دول لازم يكونوا متواجدين بعد امتحانات اجازه نص سنه، تكريم ال10 الاوائل التوب. بعديهم ال10 مثلا انا النهارده جبت 100%، 10 عندي 100%، التانيين جايبين 99.9، يبقى هكرم. لو هكرم كل الاكاديميه هكرمها، عشان التعليم ده عندي اهم بالاخلاق. بعد كده الكوره لو عنده نسبه كوره 30% هعلمه واشغله، بس لازم يكون ثقافه تعليم، ثقافه الاخلاق ديت اللي احنا بنمشي ان شاء الله. الولد بيقعد مع المدرب اكتر بيقعد في البيت. ثانيا المتابعه، انا عامل دلوقتي فايل صغير لمتابعه مع البيت نفسه، سلوكه في البيت، صح. اكله، شربه، ازاي بيتعامل مع زمايله، ازاي بيتعامل مع والدته، مع والده، مع الناس في الشارع. دي اهم حاجه عندي. في درجه مثلا لعيب عندي خد 100%، ده برضه ليه تكريم تاني. والدته ووالده والبيت اهم مرحله، ان هو هيتابع لي ويقول لي درجه الولد 50%، درجه الولد 100%. يعني انت بتتابع الولد طبعا بعيد عن الاكاديميه، بتتابعه في البيت عن طريق وليه الامر. اكيد. وفي هنا نقطه، هو ده الشغل المظبوط. بعض من اولياء الامور اشتكوا لي اولادهم، قالوا لي ده نسبه درس كذا، جايب كذا، حرمان على طول يا كابتن. تمام. في عندي برنامج ماشي الاهلي، واخده مبادئه. اللاعب لازم يبقى هو النادي الاهلي، اكاديميه نجوم المستقبل الاهلي. يعني اللي عايز ينجح يروح يجيب النموذج الاهلاوي يشتغل بيه. طبعا. اداره يعني طبعاً احنا لو احنا بصينا للعيبه هنقول انديه الزمالك فيها طفره ايه، ده احلى لعيبه في مصر بالظبط، بس فين الاداره اللي هي الناجحه المنظومه. فنجوم المستقبل هي اداره النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. هنجي لك طبعا في سؤالين مهمين، انت النهارده هتتحاكم في هنا، وانا على المشاهدين كلهم مستنيين الفقره المهمه بتاعه المشكله اللي هي مش هقدر اقول لها نصبايه، لا هقول عليها بلفظ تاني، ان في عدم تحمل مسؤوليه اولياء امور ولاعيبه وفلوسهم من اتجاه اخر، هنتكلم فيها بشكل صريح وواضح. الحمد لله رب العالمين احنا هنا بنتكلم بكل وضوح وشفافيه، لاننا حتى ما بنسقش لحد حتى لو هو اساء لنفسه. استاذ اشرف، الفكر اللي حضرتك بنتكلم فيه بقى اللي هيبقى الشكل الاوروبي، انت شكل اوروبي، انت لوحدك اوروبي، فعشان تتكلم بقى بالشكل الاوروبي لازم يكون عندك عاجبك الكلام ده؟ لا طبعا. الثقافه احنا دلوقتي بنقول ثقافه التعليم بالظبط، احنا هنوصل لاولادنا اللغات كلها مع احنا هنوصل لاولادنا. حضرتك طبعا متخصص في الترجمه وراجل اشتغلت على موضوع الترجمه، فالالفاظ المخارج الالفاظ احنا دلوقتي ممكن نروح في اكاديميات معينه في مصر لا داعي لذكر اسمها. هقول لحضراتكم ان هو لما الولد يبقى عايز يشرب ميه بس بيكلم المدرب بتاعه بالانجلش، الثقافه كلها انجلش جوه الاكاديميه، كلها انجلش. مش معنى كده احنا نتخلى عن اللغه العربيه، ولكن توصيل المعلومه الاوروبيه بالشكل الاوروبي، باللبس الاوروبي، بالاداء، بالادوات، بالكلام ده مهم جدا. انا مش اقعد كل 20 سنه افكر في لعيب اقول محمد صلاح، هنفضل بقى عايشين لغايه ما يبقى الواحد عنده 80 سنه 90 سنه ويفضل محمد صلاح. مش كده طبعا، احنا عندنا ذخيره لعيبه كتير يعني في مصر. استاذ اشرف، حضرتك في الفتره اللي جايه وان شاء الله من الخميس الجاي هتبدا بقى هتاخد الركن بتاعك بعيد الهادي وتبدا تشتغل فيه على ازاي هنطور او ازاي نعرض الشكل. عندنا براعم برشلونه، براعم ريال مدريد، براعم الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي، الكلام ده كله هنجيب لكل الانديه دي. هتبدا حضرتك توصل الحاجات دي بالشكل للمشاهدين ازاي؟ طبعا هنشتغل على البراعم في الاول على اساس ان هم دول البدايه بتاعت اي لاعب كبير. بيبدا ازاي وازاي نشأته وازاي يتعلم، زي ما الكابتن ايهاب قال التعليم مهم جدا والاخلاق طبعا قبل اي حاجه. تمام. وبعدين الكره دي تيجي في الاخر. تمام. والالتزام طبعا حاجه مهمه جدا. ممكن يكون لعيب عنده الموهبه
99% بس اخلاقه مش ملتزم. كويسه او مش ملتزم في مدرسته او مش ملتزم، فده طبعا المفروض يستبعد يعني. اللي هنشتغل عليه هنشتغل واحده واحده من تحت، وبعد كده هنتكلم برضو على الفرق الكبيره برضو. كنت لسه هسألك ان انت لازم يبقى عندك نماذج كبيره، نماذج لعيبه كبيره زي ما بنقتدي بمحمد صلاح في مصر. اكيد في عندنا لعيبه كبار، وعندنا هنا الولاد متعلقين جدا بكريستيانو، اخلاقه واخد بالك رغم فرق الديانات ايا كان بقى والكلام ده كله، انما اخلاق اللعيب حتى لو هو ديانته ايه، اخلاقه الرياضيه بتبقى مثل طبعا قدوه. التزامه في الملعب واخلاقه دي حاجه مهمه، دي بتحبك فيه. لا، محمد صلاح 90% منه موهبه واكتر من 99% اخلاق. على فكره اخلاقه صح. وصلته، وتواضعه وموهبته خلت الناس. على فكره احنا عندنا 2 في مصر محمدات، محمد صلاح ومحمد تاني. محمد صلاح قدوه ومحمد التاني قدوه، بس محمد صلاح لما يكون قدوه بالظبط وايقونه بالظبط. للاولاد. على فكره بنتكلم صراحه، احنا عندنا شق فني للاسف الشديد بياخد الولاد من موضوع يحطهم في موضوع تاني، بيخلي الولد ممكن يتعلم يشيل تعبان فوق كتفه ويمشي بيه. في ناس كتير يعمل حاجات كتير جدا جدا مخارج الفاظ. يعني انا بشوف بعض الولاد بيقعدوا قدام الافلام بيتفرجوا، بيبقى مندمج قوي ان مستني يخلص الفيلم البطل ده يقول لفظ كويس، مش كويس يعني حلو، لا لفظ الولد يتعلمه، انا شجاع السيما، انا مش عارف ايه الكلام ده، انا نمبر 1. احنا بقى نمبر 1 ونمبر 2. الحاجات دي كلها احنا في الرياضه بنحاول نتعب فيها ونشتغل فيها عشان نوصل في ناس الولاد. كتير احترفت، وفي ناس تانية بتهد جامد. في ناس الحاجات دي يعني انا طبعا والله العظيم 3 كنت في مركز شباب في المعادي، فسمعت ولد بيقول لولد، يعني بيقول لولد تاني، بيقول له مش عارف ايه، عارفين الكوره لما تيجي ننفخ الكوره يعني، تمام اكيد كده الكلمه وصلت، انا هنفخ الكوره دي عشان ايه، ننفخها عشان نلعب بيها. هو بقى بيقول للولد بس بطريقه تانية، حاجه تخيل لسه ولد براعم بيقول لي كده، جاب اللفظ ده منين؟ استحاله يكون بيتقال في البيت، استحاله يكون المدرب بيقول للعيبه. فين كان المدرب يا كابتن؟ جابوا منين بقى؟ التلفزيون الجميل اللي بنتفرج عليه، علشان كده والبرامج اللي بتخش علينا جوه بيوتنا، حتى لو عاملين 100 رقابه على الولد. طبعا صح. في موبايل، في كمبيوتر، في نت، في فيس، هيوصل ليها من وراك من قدامك، هيوصل ليها. فاحنا عايزين الثقافه يا جماعه بتاعت ولادنا. احنا خلاص كل سنه وانتم طيبين، احنا خلاص يعني مش هيعود علينا ربنا، ولكن مش هنتعلم تاني اكتر من لا، يبقى اولادنا دول اهم حاجه. بس يا كابتن حاتم في حاجه دلوقتي، الولد مش لازم يطلع محمد صلاح كلاعب كوره، يطلع كاخلاق ويطلع انسان رياضي بالظبط، لان لان الرياضه، لان كره القدم مش القاعده الاساسيه، هي الرياضه عموما هي القاعده الاساسيه، لكن الكوره فرع ولعبه شعبيه طبعا. بالظبط، لعبه شعبيه، ممكن يبقى سله، طايره، بلاش يبقى محترف في اي لعبه كم واحد او يفهم فيها، كم واحد احترف؟ بس على الاقل يكون رياضي، يبعد عن سكك تانية. لانه في الملعب استحاله هيسمع لفظك وحش، استحاله هيتعلم يشرب سجاير مثلا، استحاله. يبقى هو الملعب هنا او الرياضه عموما هتاخده من جيل تاني خالص او من مكان تاني خالص. اتفضل يا كابتن. كم واحد احترف؟ كتير. كتير. اشمعنى محمد صلاح يسمع؟ عشان النبعه بتاعته عاوز يبقى حاجه، اخلاق، احترام، عاوز يوصل رساله للعالم كله ان هو جاي من ارياف. ده محمد صلاح كل ما بيزيد في الشهره وفي التالق بيزيد تواضع. وقف امبارح اول امبارح قدام جماهير ليفربول، كل الملعب بيحدف له التيشيرتات بتاعته، الولد بيقلع في عز البرد ده، تحت مفيش بقى خالص في حمالات، التيشيرت بتاعه وبيحدفه لمحمد صلاح عشان يمضي له عليه. مش مصطنع، حب. لو هو من جواه. ايوه. عارفين ايه الاحساس ده من جواه، مش قادر يقول ايه انا مستعجل عايز اخش اغير او انا خلصت المباراه تعبان، لا عايز يفضل طول اليوم يقول للولد اللي انت عايزه يا حبيبي اعمله لك. يا كابتن حاتم اللي محمد صلاح وصله للغرب عن الاسلام اكتر مع علماء كتير عرفوا يوصلوه. نقطه مهمه جدا برضو عايز من غير ما يتكلم كلمه واحده، هو موضوع الاسلام وموضوع الديانات وكده. هو اللاعب المصري في حته مهما كان شرس، مهما كان عنيف، مهما كان وحش، في حته طيبه ولكن الحته الطيبه دي بتزيد لما تتحط في مجتمع او تتحط في مكانه او تتعلم حاجه كويسه. لكن انت لو عندك حته طيبه وانت محطوط في مكان اجرك الله، هيقضوا على الحته الطيبه. كابتن اشرف، في حاجه مهمه،
لازم نروح للكابتن ايهاب لان الحلقه النهارده احنا في ناس قاعده قول يا معاهم كابتن البنزين، حاتم. فاحنا عايزين بس نعمل قول يا كده كابتن عشان حاتم. نظبط الدنيا. كابتن ايهاب انت صديقي واخويا كل حاجه طبعا. ولكن البرنامج هنا بيعالج كل المشاكل اكيد طبعا. ماشي. واهم مشاكل عندنا ان ما ينفعش ابقى عندي موهبه، ما ينفعش ان انا حتى الموهبه بتصارع وبتيجي من محافظه من القاهره من الشرقيه للقاهره دافعه فلوس عشان تلعب وفي أكيد. الاخر الفلوس دي بخ. تمام. الحمد لله رب العالمين مفيش حاجه في صيد النجوم اسمها بخ، في حاجه اسمها فلوس ترجع وترجع يعني ترجع. تمام. ماشي. كابتن ايهاب انت كنت متصدر لبعض الاولاد، طبعا اولاد اكاديميتك، اولياء الامور كلهم اخواتنا واهالينا، ولكن من حوالي مثلا سنه الموضوع سنه اهو. سنه اوكي سنه المفروض ان انتوا تعاقدتوا مع منظومه تمام. او مع نادي، انا ممكن اقول اسمه عادي لان الموضوع لا خلاص. لا احنا عشان برضو الشخص مش هقول اسم الشخص. لا والصديق برضو مش هقول اسم الشخص، تمام. انا هقول اسم الكيان. ولا الكيان كمان. ولا الكيان. عشان اوكي اللي رايح يعني اللي رايح. حفاظا على ايه يعني الصداقه والكلمه اللي اتقالت كمان 10 ايام وبعد كده طيب انا هتكلم معاك بصراحه عشان انا ايه يعني كل الناس هتقعد يا كابتن حاتم ما ينفعش ان انت ما تقولش اسمه وبتاع. لا. هو طبعا احنا عشان هو 10 مسؤولين. ايام بالظبط هو أكيد واحنا عارف نفرض نفسه المفاجأة. طبعا. ماشي ما هو احنا يا يا كابتن جماعه برضو انا لا يا في جماعه معلش اقول لك اتفضل. احنا النهارده هنتكلم في كيان كامل مش مجرد ان في واحد راح مضى ما هو في وواحد حاجه كذا. برضو ما هو الكيان ده اعترف على صفحته الخاصه ان الشخص ده انا ليا بره الكيان. كابتن ليا دعوه بنفسي انا وتحقيق الحلم لعيالي في الاول. ما هو في حاجه اصل انا عندي مستثمرين كتير في مصر، تمام. اي كلام هيتقال عامه هيمس كل المستثمرين. طبعا. خلينا كده نكون واضحين، احنا الثلاثه قاعدين في مكان واحنا بص يا الثلاثه كابتن. بنشتغل نفس الشغلانه. كابتن تمسؤول لو واحد جه هناك قال لك سعود النجوم كان بيناقش في كابتن حاتم. قضيه فلان يبقى احنا كلنا كابتن بنتكلم فيه. حاتم هتقول واحنا نجاوب واحده واحده عشان برضو طيب، الوعد اللي انا وعدته. طيب ماشي ما هو بصراحة. مفيش مشكله ما انا بعد ليه؟ اولا دول كلهم اولادي. ما هو انا بعد 10 وما ايام ينفعش- ما انا بعد 10 وما ايام يا ينفعش كابتن إن- ايهاب بعد اتفضل. اذنك اسمعني، اتفضل. بعد 10 ايام ما انا هاجي هنا هجيب الجلاد. ايوه لا انا نجيب بعد 10 الجلاد. ايام هنا انا هتكلم بكل طبعا يعني المهم موضوع. 10 ايام بعد كده بقى خلاص. تمام. انا ماشي، دلوقتي اتفضل. عندي كام ولد دافعين فلوس؟ يعني ممكن 15 أو 15 10 في كام يا كابتن؟ في عندك 4 وعندك 5 وعندك 10 كمان. في ولد دافع 10000 جنيه في طبعا. دافع 5000 جنيه في 4000 جنيه، تمام. يعني نقدر نقول مثلا هنخليها كلها 5 في 10 ب 50000 تمام. تمام 50000 جنيه واصلين هم لغايه 100000 جنيه. ال 50000 جنيه دول ممكن لعيب واحد يدفعهم في بعض الاوقات. يعني انا كنت اتكلمت قبل كده عن نادي المقاولين انه باع فرقه والفرقه دي اتباعت وجابت نتائج وحشه تمام، وللاسف الشديد في لعيب دافع 40000 جنيه 40000 جنيه عشان يتأيد في 2001 فريق المقاولين اللي هم اتغلبوا اول مباراه 5-0 من نادي المعادي واليخت. المقاولين ما بتغلبش كده، ولكن الفرقه عشان اتباعت لواحد والواحد راح جاب احمد على ابراهيم على علي ما لهمش في الكوره شغل مجاملات ويدفع و40000 جنيه و50000 جنيه، هو شاريها ب 100000 جنيه، ربنا كرمه لم 500000 جنيه في 3-4 ايام. يعني نادي المقاولين عمل حاجه محترمه جدا بكن لهم كل التقدير والاحترام. لما شافوا النتائج دي قالوا له تعالى ايه ده، احنا مدينك النادي ده مش عشان مكسب في 100000 جنيه، لا عشان بنعمل انتشار للقاعده في كل مكان، يبقى في مساحه ان انت تأيد فلان الفلاني اللي هو ما جاش الاختبارات بس بطريقه محترمه. 40000 جنيه ده تدفع نصهم عشان تشتري فرقه تاخدهم من اللاعب. عمل ايه؟ راح واخد 5 لعيبه من الفرقه عنده مقاولين عرب، 6 لعيبه قال له دول يلعبوا في الفرقه. 5-0 للنادي المعادي واليخت اول مباراه، اتعدلت النتيجه بقت 1-0 بالعافيه في الدور الثاني. ده الفرق. عشان كده بقول الانديه الكبيره المحترمه الاسامي زي مثلا يقول لك ايه، لا ده انا اقفل النادي وما اشتغلش نشاط، اقفل النادي بتاعي وما اشتغلش نشاط، اكرم واحسن وافضل من ان انا ادي اسمي لحد طبعا يبوظ لي اسمي. قلنا دلوقتي على المبلغ. طب الولاد دي خدت كام ميعاد؟ الاول لا قبل انا المواعيد. اتكلم بقى يا كابتن. قبل المواعيد اتكلم. انا اتكلم اتفضل. دلوقتي انا كنت رافض رفضا كامل مم. اكاديميه نجوم المستقبل تعمل اختبارات لعند اي حد عشان انا مش مقتنع بالموضوع ده. تمام. تمام؟ مش مقتنع بموضوع الاختبارات اللي بتحصل في الانديه. في الانديه او بره الانديه عشان دي تعتبر بقى يعني الشغل الماديات اللي هي طب يعني انت دلوقتي الشخص ده قال لك هتعمل بس اختبارات لا، في لا، مكان مش خارج الشخص النادي. بقى انا اتكلم بقى يا كابتن حاتم سيبني بقى نتكلم. لا ما هو لازم لا، اتكلم. ماشي. اتفضل. بص يا كابتن فالنهارده منع الموضوع ده. انا شغال بقالي 15 20 سنه مم. تمام، فما ينفعش ان انا اعمل اختبارات ويجي ينضحك على ابني.
تمام. فجاء كابتن طبعا محترم جدا وانا مم. بعتز بيه مم. في الشرقيه. مم. فقال يا كابتن ايهاب والله مين هو؟ كابتن حماد خاطر. ماشي، قول. مش قول. هنتكلم. تمام. الراجل قال لي في نادي كويس جدا ومدرب اثق فيه ان هو هيمضي الولاد في نادي فلان الفلاني. مم. تمام. خدنا الولاد ومضينا. طيب الاستاذ حماده بس لحظة. خاطر، الاستاذ حماده آه. خاطر ثواني، شغلته ايه؟ شغلته مدرب. مدرب؟ هو مش وكيل لعيبه؟ لا 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 ماشي. ماشي مدرب. وراجل سافر السعوديه وانا اتصلت عليه وجه من السعوديه حالا. قلت له تعالى عشان انا دلوقتي عاوز عيالي تحقق الهدف. طيب تمام ماشي. تمام. وبعدين؟ المهم النهارده ونزلت وخدت عيالي ورحنا باولياء امورهم بالدنيا يا جماعه الناس الوضع دي كذا كذا كذا. تمام. الناس دي هتلعب فين؟ قال لك في نادي. تمام. اكاديميه ولا نادي؟ قال لي نادي. تمام. فانا خدت عيالي على وضع النادي يا كابتن حماده. بعد اذن حضرتك نادي كارنين اسم النادي. تمام. حصل اي حاجه كده هسالك انت. هيلعب في النادي بالظبط. مش هيلعب في مكان تمام. خارج النادي والاسم انه في النادي. تمام. دخلنا واتمرنا الاولاد واتمرنوا واشتغلوا طبعا في قلب الملعب امم عشان يبقى ايهاب عبد الله بره. امم محدش يقدر يسال ايهاب عبد الله في الموضوع. في آه. قلب الملعب لاولياء الامور اه تعالوا الوضع اي حد عاوز يستفسر على اي حاجه يسالها في قلب النادي بالظبط. تمام. عشان بعد ما اركب العربيه وحد سالني ملوش حاجه عندي. يعني انتوا كنتوا في النادي الكلام ده؟ لا في ملعب فرعي على اساس ان في تمرينه في النادي. طب الملعب تمرينة. الفرعي ده اكاديميه؟ لا ملعب زي انا هقول يا كابتن حاتم. أيوة. دلوقتي لو انت في نادي الاهلي في نادي المقاولين في نادي الزمالك في افضل أو على حد علمنا اللي احنا انا ماشي معاك. خليك معايا واحده واحده. الفرع ده حوالين النادي لا طبعا. ولا خارج القاهره؟ لا في القاهره بس مش حوالين النادي. ماشي. تمام. في قلب الملعب وانا قلت يبقى انا طلعت ايهاب عبد الله بره. انت صدرت الناس. واللي عاوز يعمل حاجه يساله وعلى استعداد دلوقتي فلوسكم تيجوا منه قدام الناس. تمام. لا نادي وفي تمرينه جوه النادي وتمرينه بره النادي. ماشي. ناس اشتغلت وفضلت مع الناس انا حفاظا ليهم. لا سؤال برضه خليك اتفضل. معايا معلش. اتفضل. سؤال بره تمرينه بره النادي وتمرينه جوه النادي. التمرين اللي جوه النادي دي ما حصلتش. في النادي الكبير هناك واتمرنوا؟ لا حلو ما حصلتش. قوي، هو ده انا عايزه. يبقى اذا دلوقتي هم بيتمرنوا بره النادي. التمرين اللي بره النادي دي فين؟ مره كنا في الهرم على ما اعتقد وبعد كده الملعب اتنقل تاني في البراجيل. تمام. فانا فضلت مع اولادي فين؟ في البراجيل. عشان الصوت بس لا في البراجيل. البراجيل. البراجيل يعني في فرع هناك للنادي في البراجيل؟ لا ما اعرفش يا كابتن حاتم. ايوه. كلمه تعرف او ما تعرفش انا رايح. انا زياد ابني مضيته. بس خد بالك انت صديق ليا كل حاجه. تمام. ولكن قبل ما تخطي خطوه في الموضوع ده بالذات يا كابتن ايهاب لازم تكون انت عارف لحظه انا وتسال جوه النادي. اصل النادي ده في نادي هنا حاجة. كبير. انا ليا كابتن حاتم. كابتن حاتم انت اللي مودينه واحنا سائلين وزائد ان انا لما اطلع كابتن حاتم بره اولياء الامور كانوا موجودين. نادي ولا اكاديميه؟ انت قلت نادي يبقى انت المتحمل المسؤوليه. شكله كان في ثقه يعني جامد. هو في ثقه يا جماعه. تمام. في ثقه. انت اصل في ثقه. انت متحمل اولياء امور. اولياء الامور دول مش هيفضلوا كل يوم معاك بنفس احساسهم. لا ما في هنا نقطة. بيتغير يا الاحساس. كابتن حاتم انا النهارده لو ولي الامر عنده ثقافه وعنده درايه اكبر من المدرب واكتر من اي حد. ما هو احتراما ليك انت عنده وحبك ليهم الموضوع في وشك انت. ساكتين. لا وساكتين قافلين لان هم عارفين ده. عارفين يا كابتن ايهاب ايوه احنا ايه. اتكلمنا في ايه. انا ما عجبنيش الوضع. تمام. اول قرار اخدتوه. انا على نفسي يا جماعه اللي عاوز يكمل على الوضع ده طب يكمل. يعني دلوقتي ما فيش كارنيه طلع من لا النادي؟ لا ما فيش كارنيه طلع. دي حاجه. الحاجه الثانيه معلش انا لا دوري القاهره زي ما اتقال. طالما دوري القاهره ما اتعملش. تمام. طالما كذا. وفي هنا حاجه كمان يا كابتن. طالما مع احترامي للجميع ومع احترامي للانديه طلع تيشيرت النادي بطقم النادي يبقى النادي اكيد عارف. طب نادي المقاولين قصدي اقصد لا النادي. تمام. هي كنت طلعت كده ماليش حل. لا ده في انديه ثانيه مش على لا اقصد يعني اقصد الانديه اصلا كمان الانديه الكبيره. في انديه ثانيه. النادي هنا. طيب النادي هنا ما عرفش بالموضوع؟ عرف يوم ما انا اتصلت على حضرتك لو انت فاكر. ايوه ان كانت في مشكله. النادي عرف. بص كان في مشكله وانا كمان اتصل بيه. وما ينفعش انا لعيب من عندي وانا بره المنظومه. بس انا لازم اسند عيالي. رحت عشان العب ماتش كوره. المنظم بيقول لي لا ما تلعبش. تمام. اتصلت على صديقي قال لا يلعب. ده ما يلعبش. لا ما ينفعش يجرد كوركتور ما يلعبش. احارب بقى في اللحظه دي على نفسي بعيالي. اتصلت على كابتن حاتم. يا كابتن حاتم 1 2 3 والشخص بصراحه المدرب المحترم بامانه قال لي مباح ليك
اعمل اللي انت عاوزه عشان انا ماضي عقد مع النادي. انا خدت الكلام بتاعك ده وكلمت طب الشخص واتصلت بيه بالتليفون تمام. وكلمته وتم الاتصال بيه بالفعل وقال لي كذا كذا كابتن حاتم اسبوع وكل حاجه هتخلص. قلت له حضرتك لو محتاج كمان تيجي تطلع في البرنامج وتطلع تتكلم وتقول انا تحت امرك. كلمته الكلام ده من اسبوع تقريبا، من حوالي 5 شهور. وكلمني وقال لي في شرط جزاء على أو فكره على 4 شهور. وقال لي العقد موجود. اتفاجئت بقى انا بعد الحوار اللي حصل ان صفحه النادي، عشان ما غلطش اسم النادي، صفحه النادي منزله خبر على الموقع بتاعها الرئيسي ان فلان ده لا علاقه لنا بيه وهو بره الموضوع، ونظرا لبعض الحاجات اللي حصلت فاحنا خدنا الفرع، والفرع ده كان ايه؟ كان فرع اكاديميه. الفرع ده كان اكاديميه. الانديه الكبيره دي ما بتعملش فروع ليها غير في القاهره. يعني مثلا يعني اهلي زمالك مقاولين، الزمالك هيروح يعمل فرع نادي مثلا في اسكندريه، هيبقى ليه فرع نادي هناك؟ طب على فكره نفس النادي دوت معمول فرع في الشرقيه على فكره. معلش. ما هو معمول فرع اكاديميه. اكاديميه. لكن لكن انا اولادي رايح على اساس نادي يا كابتن. سؤال بس بعد اذنك كابتن حاتم. اتفضل. كابتن ايهاب، لما تعاقدت معاه وتعاملت مع الشخص ده اصلا، الشخص ده كان من قلب النادي ولا من بره؟ يعني علاقات صداقه من بره. من بره. لا، الشخصين من بره. الشخص اللي هو نزل من السعوديه اللي اسمه خاطر ده من بره، والشخص الثاني اللي خد الفلوس وظبط الدنيا ده كان المفروض واخد فرع اكاديميه للمكان اللي هو عايش فيه. بس المصداقيه بقى المفروض معلش عامه، عشان احنا نستنى الاسبوع دوت ونشوف الاولاد. تمام. المصداقيه الكامله اللي انا بوصلها لعيالي عشان الاولاد اللي هي دي، ان انا لو دي اكاديميه اقول لك اكاديميه وانا امضي على اكاديميه، لكن انا ماضي على نادي. واحنا بنقول اسبوع بالظبط يا كابتن حاتم. ليه؟ عشان الموضوع ده مش كلام. لو احنا بنتكلم كلام كده يبقى احنا بنتكلم كلام في الهواء. تمام. يبقى في اثباتات. لو حصل العكس واي حاجه يعني عاوز في اثباتات عندكم بقى. ما انا مش عاوز اقول لك ليه دلوقتي ليه؟ طب ايه عشان شكل في الإثباتات الوعد طيب؟ الايه؟ شكل الاثباتات ايه؟ كل حاجه يا كابتن. ايوه يعني ايه عندكم كل ايه؟ حاجه. هو مش انا اللي عاملها والله، لقيت فوجئت من اوراق الامور يا كابتن على ايهاب. فكره احنا مش محتاجين اثباتات في الموضوع ده، لان ولله الحمد انت عارف ان انا بكره يا بعد ما اخلص كابتن، البرنامج يا أستاذ الراجل صلاح يجي كبير. ويجي يخلص أولياء الموضوع الأمور ويقول لك كان المحترمين. يوماني. انا بس يعني صبرت على الموضوع ده بالذات عشان أنت عارف ده قديم على كده 5 شهور ده وبتاع تمن ده كده. شهور سنه. يا كابتن. ده انا بكلمك في الخمس شهور دول ان انا تم الاتصال بالراجل واتفاجئت امبارح بيقولوا لي كذا كذا. لا اخر رد ليه 10 بصراحه أيام. يعني بامانه يعني 10 أيام. كابتن حماده خاطر يعني من الشخصيات المحترمه جدا جدا جدا، تمام. ولا غنى عنه في اي حاجه. مجرد ان انا قلت له تعالى الوضع مش عاجبني في حاجات كتير، بعد اذنك ساب اللي حاجته في السعوديه وجه. معنى ان هو يسيب حاجته في السعوديه يبقى الراجل ايه؟ سليم. ماشي. والشخص التاني ده بامانه لحظه فعلا. لحظه يا كابتن عشان برضه ما نظلمش. الشخص التاني دوت بصراحه شخص محترم جدا، كلمني في التليفون قال الموضوع منهي يا كابتن ايهاب وكل حاجه منهيه. احنا في موضوع لازم برضه نتكلم فيه. مخرجنا بس استاذ احمد امين يتصل لنا بكابتن رشاد ضروري جدا. كابتن رشاد ده حبيبي عشان بصراحة. موضوع مهم، فهنحاول برضه نوصل له يعني. الكابتن ايهاب دلوقتي خلاص. لا لسه في بقى بالنسبه برضه حاجه بسيطه كده بالنسبه للبراعم، حاجه نكمل فيها ولا؟ البراعم هنكمل فيها بس لا الموضوع ده المشكله دي بالنسبه ليا لعند دلوقتي مش مشكله لسبب بعد الاسبوع دوت، ومش مشكله فلوس يا كابتن برضه. معلش مع احترامي ليك، تمام. انا بالنسبه لي مش مشكله فلوس. بالنسبه لحضرتك مش لا مشكلة فلوس. لا بس مصداقية. لا انا هقول لك على حاجه. بص انا هقول لك على حاجه. هو اتفقوا انت اعلامي وهو اعلامي. لا انا عايز اقول لك على حاجه. انت في الشرقيه كيان ما في هنا ماشي. نقطه. الناس بتيجي دلوقتي المنطقه بتيجي تخاطبك عشان تشترك في كابتن حاتم دوري. الموضوع عشان مش السمعة. مساله فلوس ان احنا دفعناها. لا ركز معايا يا كابتن. موضوع ان انا دلوقتي دمرت نفسيه ولد. ازاي ان انا قلت له ان انت رايح نادي والكابتن وداني نادي وبعد كده ان هو قعد 6 شهور ما يروحش نادي. برافو عليك. جريمه. لا برافو عليك. ده انت طلعت اعلامي. لا انت كده اعلامي بقى. انت كده جامد. برافو عليك. يعني قعدت مع الكابتن حاتم عسكر فلازم اتعلم مع ده هو قلب بقى دلوقتي رئيس تحرير. انا اتفاجئنا بيه خلاص. رئيس تحرير. الاهم عندي معلش لما يكون ولد صاحي الساعه 6 الصبحيه ولا 5 الصبح رايح فين يا ابني؟ رايح النادي كذا. سيبك من ان هو وصل اكاديميه والناس قبلت ان هي تلعب فرع تاني عشان فوق برضه المصداقيه مع اولياء ما الامور. هم يوافقوا ان هم يلعبوا فرع تاني علشان في فكرهم ان النادي المشكله في حاجه يا فرع كابتن. تاني. انا النهارده لما ابني يطلع من البيت ما يطلعلوش كارنيه معلش وما ينزلش دوري او اروح العب دوري رمضان، دمرت نفسيه الولد. دمرت نفسيه الولد. اهم بالفلوس طبعا. وفين المصداقيه؟ كل الناس بتحبني لسببين، او مصداقيه ابو عبد الله لسببين، ان انا في ظهر الناس دي وقدامهم وراهم وفي جنبهم، ولازم كل سيبك من كلام فلوس لو مشكله فلوس تأديبا لعدم الثقه مع الناس هديهم فلوسهم.
ما هي الشغلانه دي لكن- اهم حاجه فيها لكن المصداقيه يا أنا جماعه. أدور- اكيد اولياء الامور يا كابتن ايهاب عارفينك كويس وعارفين ان انت طبعا. لا انا بص وعلى هقول لك على فكرة حاجه، يعني- ده دول بيجوا دوري صائد النجوم، اولياء الامور بيجوا آه. خدت بالك هم كانهم طالعين رحله او طالعين يوم يقضوه مثلا بره أيوة، القاهره. أيوة. الجروب كله جاي طبعا، مش هقول لك بقى يعني الغدا بتاع الجمعه ده كله عنده. كابتن ايهاب بيجيب كام فريق طبعا. لا مش عايز اقول لك، فهم بيبقوا جايين والله العظيم ثلاثه، محبه الناس يا جماعه مش بلاش. محبة مش بالسهل. والله العظيم ما بالسهل. آه. الناس بتتلم حوالينا هناك ويقعدوا يتكلموا معايا، هم بيفتخروا ان انا من المحافظه الشرقيه، بيفتخروا بيا، انا بفتخر بيهم. ايا كان شكل الناس، وضع الناس، اسلوب كلام الناس، ايا كان، انا بصراحه بيعجبني جدا الالفه والحب اللي مع كابتن ايهاب. مثل اعلى ليهم، مثل اعلى ليهم. الشرقيه كسبت راجل رياضي محترم بيخاف على الولاد يعني- واحرجني بالكلام لما قال لي الموضوع مش فلوس، أيوة، الموضوع فلوس. نفسيه ولد. عارف- طبعا. انا بعلم معنى الناس. الثقه دي نفسية كلها بالفلوس يا كابتن. واحد مش ضحك عليهم هم، ده ضحك عليا انا الاول. اه بايه؟ ده عدم مصداقيه ان انا ابني لو شم النادي او ايا كان، ده دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم بقى يا في حد كابتن، بيضحك عليك؟ الحاجه الثانيه والاهم يا كابتن معلش، اللعيبه دي لعيبه كوره والحمد لله شرفوني ونوروني في دوري صائد النجوم. لما نسافر 3-4 ساعات ويجوا يعملوا اداء مشرف، كابتن حاتم ساب الدنيا وسقف قال مش ممكن الاولاد دي حاجه. الحاجه الثانيه النهارده ثقه اولياء الامور لما بيقولوا لي اي فلوس يا كابتن لو انت اللي واخدها تحت جزمتك، اقسم بالله بنفس اللفظ. فما ينفعش لا اسيب. الناس واثقه فيك طبعا يا كابتن. ما ينفعش. محدش- بالظبط. آه. ثانيا بالموضوع الاهم ان دول بقوا اصدقاء وكلنا عيش وملح، فلازم نعدل من الولاد دول ان هم يلعبوا في الاماكن بتاعتها، والا بصراحه انا هتخذ لا ان شاء الله تعوضهم بنادي تاني تمام، يكون صح. احسن، ونادي زي ما انت قلت مش اكاديميه يعني. لا في هنا حاجه إن بقى شاء بسيطه، الله. يمكن كابتن رشاد يعني برضه موجود، او يمكن برضه عنده ملك غايب. مم. انا من 3 شهور بالظبط ولد مواليد 2000 مم. راح هناك ومضى يعني. قلت له يا كابتن رشاد لو الولد ده مش هيلعب في النادي ويطلع له كارنيه آه. فلوسه بعد اذن حضرتك. تمام. مشكورا كابتن رشاد بامانه عمل اتصال تليفوني معايا امبارح مم. والامور شبه حل الولد دوت، والحمد لله الناس هناك برضو نخلص الموضوع. هو موضوع الاستثمار الرياضي يا جماعه عايز اتكلم فيه كلمه كده مهمه جدا، ان في ناس بتفهم فيه في الاستثمار الرياضي وبتروح تاخد انديه وبتروح تاخد الاسامي البراند بتاعه وتقدر تشتغل بيه. هو حاجه كويسه، ولكن المشكله هنا بتبقى مشكلتين. اول مشكله الولد اللي بيجي ده في سمسار بيجيبه او في وكيل لاعبين بيجيبه. انا عارف تماما ان وكيل اللاعبين دول واخد مبلغ هو حقه، بس مش حقه ان يكون المستثمر مثلا واخد 5000 جنيه والمستثمر او الوسيط يعني بين ولي الامر والنادي واخد 5000 جنيه. طب انت وكيل لاعبين بتاخد 5000 جنيه ليه؟ ده النادي اللي هيشتغل على الولد ادوات ولبس ودوري واخد 5000 جنيه وانت بتاخد 5، وكله جاي على ولي الامر. ولي الامر يستاهل. ليه يستاهل؟ ولي الامر يستاهل يا استاذ كابتن اشرف لان للاسف الشديد كل ولي امر حاطط في ابنه انه هيبقى كسر الدنيا. في حاجه بعد اذن حضرتك اقطع كلام حضرتك يعني. في لعيب مصري بيلعب في الامارات معروض ب 100 وكم مليون جنيه. والله 120 130 مليون طبعا دي 180. اكيد حضرتك اتكلمت فيها قبل كده دي وعايز افتكرت. ايوه صح تمام. طبعا لو ولي امر يسمع الرقم دوت هيروح يستلف في دماغه ان هو يبقى اي حاجه ابنه هيعمل في كده دماغه ان هو واللاعب ما هيبقى كده يستحقش. وهيجيب طبعا كده. لا الكلام ده طبعا حاجه بسيطه مغالى كابتن فيه حاتم، طبعا. معلش بسيط. انت عارف احنا لما بناخد عربيه من الشرقيه واودي الولاد دول مم. طبعا اولياء الامور يرد عليك. عربيه مثلا بتاخد 700 جنيه او 600 جنيه، ساعات العربيه كانت بتاخد 400 جنيه. انا اكمل واسال اولياء الامور. مم. فانا مش معنى كده انا ان لا انت لا طبعا احنا عارفين. لا لا بس لا يا كابتن، لا لا عارف انت خلاف العربيه وخلاف اللي تاخد كام وما تاخدش كام، علاقتك باولياء الامور ان انتوا اسره ممتازه. مع بعض. الحمد طبعا لله. اسره احنا بتكملوا شفنا في دوري صيد النجوم ده انا العلاقه في عامله دوري ازاي انا طبعا. شفت فيه حاجات ما كنتش متخيل كده. ولو- تخيل الناس تيجي تلعب لعبها وتمشي لا ما خلاص. تجاملنيش. لا خلي بالك مني استاذ اشرف ان شاء الله باذن الله الفتره يعني الفترات اللي جايه مع بعض هنكون متواجدين ونشتغل مع بعض بشكل كويس، ولكن اكيد حضرتك راسم خطه للفقره المعينه ديت، راسم ان انت ازاي هتوصل معلوماتك للاولاد، ازاي هتشتغل عليها، الكلام ده كله. هل هيبقى في مثلا ممكن زي ما بننظم دوره لصيد النجوم هنا ان يبقى متاح ان احنا نعمل حاجه زي كده في ايطاليا؟ ان شاء الله مع الوقت وكده. انا ليا ناس اصدقاء هناك طبعا، بس هو قال لي ظبط الاول، انتوا بداتوا متاخر اه في الموضوع ده. طبعا هناك شغالين من اكتر من
30 سنه في الاكاديميات والحاجات دي. تمام. انتوا بداتوا متاخر بس المهم ان انت بداتوا يعني. كويس. فقال لي انا معاك، شوف انت هتعمل ايه ونعمل يبقى في تعاون بيننا يعني. تمام. اكاديميات تروح اكاديميه تيجي يعني ننقل لبعض يعني ايه. دي تبقى طفره حلوه قوي ان شاء الله ان شاء طب الله. انت- انت اول اكاديميه طبعا ده اكاديميه المستقبل طبعا. ده كابتن هياخد عادل عربيه طياره اولياء طيارة الامور ويطلع ورايح بقى على استعداد بس- اولياء الامور تعمل اي حاجه طالما يشوفوا ابنهم في المكان الصح. لا ان شاء الله حاجه كويسه وهتفيدهم طبعا. وبعدين الكوره زي ما احنا قلنا مش لعب وبس ومش فنيات وبس ومش تمام. مهارات، دي حاجات تانية كتير، تعليم واخلاق وتدين وكل حاجه طبعا. كابتن اشرف، انت خلال الفتره اللي فاتت جالك عروض من اكاديميات ان انت ممكن تبقى متواجد فيها، تبقى مشارك فيها، شريك فعلي في الاكاديميات، ولكن انت في هدف معين فضلته في حته ان انت حتى لو في استثمار رياضي يبقى استثمار بشكل مختلف اللي انت شايفه. الميزه ان انت في حاجات سلبيات بتشوفها فبتبدا ان انت ما بتتكلمش حتى عليها، تحتفظ بيها لنفسك وتقدر تشتغل بيها. فكرك في ان انا دلوقتي لو حابب استثمر في البراعم والناشئين، الشكل المحترم اللي اقدر استثمره في الموهبه يبقى ازاي؟ طبعا انت بتنتقي الناس اللي جايه وبتشوف، بيبقى عندك مدرب اخصائي نفسي. اخصائي نفسي دي مهمه جدا. عشان هيتابعوا مع الاسره زي ما كابتن ايهاب قال، هيتابعوا في المدرسه. انت عارف الفكر اللي بتاع بتروجيت، التصور الجديد اللي احنا مش اللي احنا انا عمال بقى التصور الجديد اللي راح لبتروجيت. تمام. عمله شخص محترم جدا جدا وعمل قدمه التصور يا كابتن جماعه. علاء جمال ولا كابتن؟ دي مفاجاه، دي مش مفاجاه الشخصيات ديت. المحترمه يعني. مفاجاه بالعيار كابتن الثقيل. منتصر الحلقه اللي فاتت اخذ التصور. كابتن علاء جمال ده حاجه كبيره حاجه طبعاً. جميله جدا. كيان ده جاي كبير، علشان يغير المسار الرياضي في مصر. شخصية بالنسبه محترمة لقطاع البراعم وأكاديمي والناشئين. طبعاً. شخصيه محترمه جدا جداً. جدا، عنده فكر عالي طبعا. تمام. وبعدين بيتكلم بطريقه علميه تخلي كده المشاهد او ولي الامر يبقى قاعد مستمتع. الراجل ده كلامه بيريح الاعصاب، زي الدكتور انت بتروح له تعبان لو ما خدتش علاج طلعت من عنده خفيت وانت ما خدتش اي حاجه، عمليه نفسيه بس مش اكتر. طبعا. فانا عايز برضو في حاجه عايز اقول لك عليها، ان احنا عشان نوجه المؤسسه او الشغل ده، نادي بتروجيت عمل طفره جديده. قال لك ايه؟ 1 2 3. انا مثلا ما عنديش مشجعين، وهو اي نادي شركات كده مش بتروجيت بس، ما عنديش مشجعين. طب المشجع ده اجيبه ازاي؟ انا هدور على ابنه ده كان السنه اللي فاتت في اكاديميه ما وفيها 1 2 3 مقصرين، بداوا نزلوا يشتغلوا بقياده مهندس حاتم اللويزي، شخصيه محترمه جدا وطموح لابعد الحدود. تمام. واسمه حاتم زيي. عشان اسمه حاتم. فبداوا يشتغلوا في الحته ديت فعلا بصراحه، واشتغلوا شغل حلو قوي وبداوا يطوروا. قال لك عايزين تصور معين، الشخص ده عجبه التصور قدمه والناس وافقوا عليه، وهتبقى فيه طفره جديده لبتروجيت. عايز اقول لكم ان ممكن يبقى فيه مثلا ايه 5 فروع القاهره، 10 فروع في القاهره، 10 فروع في الشرقيه. الموضوع مش موضوع كتره فروع، ولكن القاعده اللي هو بيبنيها، لا صح. القاعده دي اشتغل عليها كرواتيا، خدوا كاس العالم او وصلوا كاس العالم. فرنسا وصلت لكاس العالم نهائيات. الناس دي بدات تفكر تقنن وضع قطاع البراعم والناشئين. اجيب من عندي بدل ما انا اجي اشتري لعيبه، ما انا اسسها من عندي. الفكر اللي كان زمان شغال بيه الاهلي، بس هم طوروه بشكل علمي بقى. فكر محترم طبعا. طبعا فكر بس هم طوروه بشكل علمي. اول ناس معاك يا كابتن ان شاء الله. ايه؟ اول ناس معاكم معانا فين؟ اي حته. ان شاء الله باذن الله. كابتن حاتم انا عايز بس اقول حاجه للكابتن ايهاب. اتفضل. انا النهارده معاك ضيف ورئيس تحرير وضيف، مش اعلامي. النهارده مش اعلامي. ليا الشرف. الكابتن حاتم بيقول انتوا الاثنين عليا. لا لا ده هو كده، ده كابتن. انا بنكشك. الحاجه اللي ناقصه في دوري صيد النجوم كابتن اشرف، شايف من زيارتك لصيد النجوم كذا مره اكيد في سلبيات. انا مش عايزك تطلع تقول لي صيد النجوم ده حاجه مفخر، لا في سلبيات. لا طبعا. تمام. السلبيات اللي نقدر نعالجها بشكل، انا مش عايز نقول على الايجابيات لان ده الدوري بتاعنا، فانا هقعد اعظم فيه واقول دوري ناجح، وده هو الحمد لله ناجح، بس مش هقدر ان انا افضل اعظم فيه. خلي الكلام ده يبقى بتاع الناس الاخرين هي اللي تقول اذا كان سلبي او ناجح، ولكن انا عايزه اعدل السلبيات اللي فيه. بس مميزاته كتير. ما هو مميزاته كتير. ما تبقى مميزاته كتير بتعتبر ناجحه. ما هو مميزاته كتير. وبعدين ميزته ان هو كابتن منفرد، أشرف. دوري منفرد مش موجود في مصر كلها اصلا. هو ان شاء الله باذن الله السنه الجايه أيوة. هيبقى دوري صيد النجوم في كل محافظه في مصر، في دوري صيد النجوم. يعني مثلا بنها على سبيل المثال هيبقى الدوري صيد النجوم عندهم وملعبهم، والتغطيه الاعلاميه موجوده بكل اكاديمياته
برضه في الشرقيه نفس الكلام. وهنيجي في النهائيات كلها، هنعمل نهائيات يوم 1 أو يومين في القاهره باحتفاليه كبيره. خلي بالكم عشان يبقى في حفله جامده ان شاء الله باذن الله فيها قامات الرياضه في نهائي دوري صيد النجوم، شاء الله. من اول كابتن فكري صالح لغايه اصغر لعيب الشخصية في مصر. المحترمة الكبيرة. كابتن فكري صالح عمل طفره كبيره جدا بصراحه. كفايه انه احتضن وعمل حاجه اللي هي ايه؟ انا ممكن ابقى زعلان من شخص، انا مثلا زعلان من الكابتن فكري صالح على سبيل المثال، ومش عارف اقرب منه وانا الصغير. هو بحركه بسيطه جدا احتضن كل الولاد دي وعمل شجره العمالقه وعمل لها كيان محترم. شخصيا انا عليت بيه، انا حاتم عسكر عليت بالكابتن فكري صالح. لما يطلع كابتن فكري صالح على القنوات المصريه ويتكلم عليا بشكل محترم او يتكلم على فريق العمل بشكل محترم، ده انا ارفع له القبعه. لان كابتن فكري صالح تاريخ ثابت البطل وتاريخ اكرامي وتاريخ اهلي والزمالك وحسين السيد والمأمور، تاريخ كبير جدا. كابتن فكري صالح للاسف الشديد علشان احنا عندنا الميديا محصوره في حته واحده او في جهه معينه، هو عمل نقله كبيره. كنا من فتره دخل معانا مداخله كابتن زكريا وهدان من قطر وطالب بحاجه واحده، ان الشغل اللي بيعمله كابتن فكري صالح ده ليه ما يبقاش من خلال منظومه كبيره. اتحاد الكوره لازم يبقى لنا منظومه. حق طبعا. انا بالظبط، انا راجل بيتعب وبيسافر وورش عمل وبتاع، سيبك من هو بياخد كام او بيدفع كام، هو حابب الموضوع. طالما حابب الموضوع بيشتغل فيه بقلب. اي حد كده طب ليه ما يكونش بمنظومه؟ اتفاجئنا الاسبوع اللي فات ان في ورشه عمل بتتعمل في اتحاد الكوره، دكتور محمد سعد له كل التقدير والاحترام، كابتن سيد الخولي له كل التقدير والاحترام، والعظيم والكبير كابتن فكري صالح جنرال الكره المصريه موجود. اذا المكالمه اللي عملها كابتن زكريا وهدان في برنامج صائد النجوم كان ليها مفعول السحر. الكلام ده من شهرين جت اتحققت، يعني حتى من خلال صيد النجوم ولله الحمد احنا بنحاول نوصل للمشاهدين فكر بسيط، بس هنكسب كتير، مش نكسب فلوس، هنكسب كلنا نتجمع تحت حاجه واحده، اتحاد الكوره. المشكله ما يتعمل شهادات للمدربين من اتحاد الكوره، دورات للمدربين من اتحاد الكوره، الاولاد تتكرم في اتحاد الكوره. ده تحت رعايه اتحاد الكوره طبعا. ايه المشكله؟ ودي اهم حاجه طبعا. على فكره، ده موجود في كل الدول الاوروبيه والعربيه، ان المسمى عندنا المشرف الرياضي والمنتخب الوطني كله موجود في اتحاد الكوره. وعندنا دلوقتي القامه الكبيره كابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكوره، اضافه كبيره جدا في اتحاد الكوره. ف يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى اللي جاي احسن وتبقى اللي بنقدمه بنحاول نقدمه يبقى فكر جديد. انا على حاجه يا كابتن حاتم بعد اذن حضرتك. يلا علشان في مفاجاه. طيب انا على حاجه بس هقطعك. اتفضل. احنا عندنا فريق اعداد كبير طبعا في الفقره اللي هنشتغل فيها من الاسبوع الجاي ان شاء الله. اتفضل. كابتن احمد الشواتفي، محمد عسكر، شيماء، فرح ماركو بيتر، الناس دي كلها يعني، واللي يعني كلهم شباب صغير زي ما احنا قلنا قبل كده وشباب وقاعد ورولي حته روني ده حته مذيع رهيب جدا. رولي عالمي عالمي. روني طبعا. روني سمعت حاجه كده. روني ده حبيبي. روني مفيش حد ما بيحبوش. روني قنبله. ده المفاجاه طبعا. ده عصام الشوالي بتاعنا. بس اوعى تنسى المخرج بتاعنا استاذ احمد امين. طبعا الاستاذ احمد امين هو كل حاجه. والله العظيم بصراحه عامل شغل. انا يوم الاثنين لما كنا هنا بصراحه يعني هو الجندي المجهول بتاع خد بالك المخرج شغال فوق تحت هنا كل حاجه طبعا. يعني كل حاجه. لا بنشكره طبعا. هو طبعا مش عايز تحرير. طبعا. لا عايز تحرير مش هتكلم عليه. الاستاذ احمد مجدي عشان برضه هيبص لي ورا الكاميرا وممكن يقفل علينا، فالاستاذ احمد مجدي ده شخصيه محترمه جدا. طبعا كلهم ناس طيب محترمه جدا طبعا. ودايما بص مش عايز اقول لك والله العظيم بجد. ويوسف جو حاجه محترمه، محمود بيبو، الاستاذ خالد ده كمال، الاستاذ مصطفى كمال، الاثنين دول يا جماعه بيتعاملوا مع الناس هنا، مش مع حد معسكر بس، مع كل الناس هنا كلهم اخواتهم بجد والله العظيم ثلاثه. النجاح ده بتاع صائد النجوم هو قناه مصر البلد طبعا بكل اللي موجود. محدش بينجح لوحده. ايمن اللي بيشتغل وبيعمل لنا الشاي، الفرد اللي موجود هنا قمه الاحترام. عبد الله فرد الامن قمه الاحترام. انا لازم اكن الناس دي كل الاحترام والتقدير، بيستقبلوني من على الباب كاني مثلا احسن واحد في الدنيا. دي المنظومه الناجحه يا كابتن محترم بصراحه والله العظيم. اصغر واحد النجاح ما حدش بينجح لوحده. ليهم كل التقدير والاحترام. طبعا. اقسم بالله انا ببقى قاعد محروق لما حد بيجي وانا قاعد كده وحد مثلا يحط لي حاجه انا ببقى مكسوف منه محروق منه. الناس دول كلهم اخواتنا. في بقى مفاجاه محضرها لنا كابتن ايهاب بابا نويل صائد النجوم. مفاجاه كده. قبل المفاجاه بقى عايزين بامانه بسرعه بصراحه ان شاء الله في اجازه نص سنه نجاح الاولاد
طبعا الاعلام الكبير مع المستشار مع جميع القاده هيبقى معزومين في الشرقيه تكريما لاولياء الامور واللعيبه اللي هم عاملين شرف. نجاح كويس شرف في لنا في الدراسه طيب، ودوري صعد النجوم. يبقى ان شاء الله باذن الله تعمل حسابك ان انا ما باكلش كتير وانا جاي في العربيه تحط في الشنطه. حاجه بقى تانية الناس اللي واقفه معانا بقى كابتن اتفضل. قناه شباب بتكون عماله تلف زي النحل. ماشي. النحل دول اللي هم ورا نجوم المستقبل هنا وهنا. بصراحه شغالين كويس جدا. بشكرهم جدا 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 بامانه وهم واقفين معانا وقفه حلوه وبرضه هم معانا يوم تكريم الاولاد باذن الله. ان شاء الله. بإذن شرف الله. لنا طبعا ان إن شاء احنا نجي الله. لك الشرقيه يا كابتن. إن شاء الله. طبعا قبل ما اخرج في حاجه مقدمها لنا كابتن ايهاب لصوت النجوم. طبعا بشكر زميلي بقى الاعلامي القدير الاستاذ اشرف انور الكره العالميه الاوروبيه للبراعم والناشئين واخي وصديقي المحترم كابتن ايهاب عبد الله ابن بلدي بفتخر بيه طبعا. هنطلع فاصل صغير ونستنى المفاجاه بقى. نطلع لحضراتكم ونرجع مره ثانيه. برنامج صائر النجوم يأتيكم برعاية الوكيل الإعلاني لهذا البرنامج ساما جرافيك حلوان. wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. يأتيكم برعاية الوكيل الإعلاني لهذا البرنامج ساما جرافيك حلوان. رجعنا لحضراتكم باحتفاليه محترمه جدا عملها لنا كابتن ايهاب نجوم المستقبل. حاجه مش جديده عليه، بالعكس دايما هو دايما بيفاجئنا دايما. ولكن مفاجاه النهارده مفاجاه كان ليها طابع حلو جدا. انا دخل عليا الفرحه ما صدقتش. ولكن كابتن ايهاب دايما صاحب واجب، محب جدا لكل الناس مش لاشخاص معينه. الحمد لله رب العالمين. يمكن هو كمان النهارده لقيته مع فريق الاعداد في حب ما بينهم، بيشكرهم على التعب اللي عملوه طول السنه في البرنامج وفي القناه، بالاخص كمان البرنامج واقفين وقفه محترمه. كابتن ايهاب انا طبعا باسم صائد النجوم وفريق العمل كله، التورته دي مش بتاعتي، بتاعت فريق العمل كله. انا بتقدم ليك طبعا بكل الشكر وبقول لك انا متشكر جدا على التقدير المحترم ده. يعني شرف لي نجوم المستقبل محافظه الشرقيه كامله بتكرم ابنها كابتن حاتم عسكر باحسن برنامج زائد الابن من ابناء محافظه الشرقيه ومشرف الدنيا كلها في وجود الكوكبه بقى فريق العمل بصراحه اللي انت بتحبه واللي هم عاملين جو حلو. ووجود طبعا الغالي بتاعنا رئيس التحرير الجديد الاستاذ اشرف. وما انساش عمده البلد الكابتن بدوي حمدان اللي كنت اتمنى ان هو يكون موجود معايا. ولازم برضه تتعمل حاجه زي كده، حاجه بسيطه من محافظه الشرقيه لكابتن حاتم عسكر. بشكرك جدا، شكرا جزيلا. اخ والسند بتاع الناس كلها من البراعم. فحاجه بسيطه من اولياء الامور لمحافظه الشرقيه للعيبه بنقدم الحاجه البسيطه دي. بشكركم طبعا، بشكركم. دي حاجه انا بشكرك فيها يا كابتن ايهاب. بشكركم طبعا، شكرا جزيلا. طبعا ولا انسى الابن الصغير او الاخ الصغير اللي هو احمد اللي هو الشرف بتاعنا الجديد الكبير، وابني اللي هو بيلعب في نجوم المستقبل اللي انا اخدته من مارسيليا من صائد النجوم سيد حاتم عسكر طبعا، وزياد وجاتا اللي جوه ينوروا الشرقيه للكابتن حاتم. بشكر اولياء الامور طبعا على الهديه المحترمه. ليكوا كل التقدير والاحترام، انتوا اهلي محافظه الشرقيه كلهم اهلي، كل اللي موجودين فيها انا بشكركم طبعا شكرا جزيلا. بشكر فريق العمل اللي موجود طبعا مهما اقول منهم كتر الف خيركم، نجحتوا صائد النجوم ودايما انتم موجودين، ودايما حاتم عسكر في مصر البلد فقط
مش هيظهر غير في مصر البلد، وان شاء الله باذن الله نكمل معاكم لغايه انتم ما تقولوا لي كفايه عليك كده يا كابتن حاتم. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل الناس اللي تعبت معانا. اشكركم جميعا، شكرا، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تبقى حاجه هو منه، والف مبروك. شكرا.